السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن مجموعة من عطور أرماف، حوالي 12 عطر من هاي العطور. شركة أرماف شركة إماراتية، لها فرعين، فرع في الإمارات وفرع في فرنسا، بتعمل محاكاة لعطور نيش ولعطور ديزاينر. بعض هاي العطور أقل من المستوى، بعضها جيد، بعضها ممتاز جدا. كثير من عطورهم عرضتها خلال الفترة السابقة على قناتي. تفاجأت بمجموعة من العطور صدرت حديثا من هاي الشركة في آخر 2020، في الربع الأخير من عام 2020، والعطور اقتنيتها حديثا، جربتها، تفاجأت بجمال النوتة وبالأداء الممتاز وبتفرد النوتة. معروف عن عطور أرماف لما بتحاكي فيها عطور نيش وعطور ديزاينر، أحيانا بيكون في هارش في الافتتاحية أو في العطر ككل طوال مرحلته العطرية، بيكون في حدية في العطر، بيكون هيك شوي مؤذي. هاي العطور اللي حسيتوا فيها جمالية الرائحة ونعومتها وسموث العطر، يعني ما في أي حدية، ما في أي هارش في هذا العطر. حابب أحكي عن مجموعة من هاي العطور من بين حوالي 100 عطر من عطور أرماف. هاي العطور مرتبة تصاعديا. هذا لا يعني أنه عطر رقم واحد هو أجمل من العطور البقية، هذا ترتيب الشخصي، ولكن ممكن يكون العطر رقم 10 أو آخر عطر في المجموعة يوائم شخص يعتبره هو رقم واحد بالنسبة له في هاي القائمة، ولكن هذا ترتيب الشخصي وحسب خبرتي. يعني أحيانا بيكون الترتيب له علاقة في أفضلية هاي العطور. كمان نوت مهم، ترتيب بياخد بعين الاعتبار شغلتين. أول إشي نقاء المكونات العطرية، يعني ما فيها حدية، ما فيها هارش، ما فيها أي سينثيتك، المكونات الصناعية كثرتها في هذا العطر، فكلما قلت هاي الحدية في العطر ارتفع ترتيب العطر. اثنين، العطر تقليد لعطر شو أو محاكاة لعطر شو. إذا كان عطر تقليد لعطر ديزاينر سعره $50 العطر الأصلي، والعطر التقليد سعره $30، فمش كثير فرقية. إنما لما يكون العطر تقليد لعطر نيش سعره $300 وعطر أرماف سعره $40، هذا بيرفعه للمراتب العليا، لأنه هيك بصفي فرقية كثير في المبلغ. بتمنى تستفيدوا من هذا الفيديو، بتمنى تستمتعوا معي. بداية حاب أحكي عن هذا العطر. عطر هذا أنا بعشقه كثير كثير، بحب هذا العطر. أنا بسميه العطر الأخضر، هو اسمه لوبارفت أو ليبارفت اللي بدك إياه سميه باللغة الفرنسية بمعنى الكامل. هذا العطر هو عبارة عن خلط عطرين مع بعض. طبعا حكينا أرماف بتقلد عطور سواء نيش أو ديزاينر، وأحيانا بتكون بجمع عطرين أو أكثر مع بعضهم البعض وبتحطهم في عطر واحد. وراح تشوفوا في المجموعة اللي معي إنه أرماف تعمل على هاي الأشياء، إنها بتجمع عطرين مع بعض بتحطهم في عطر واحد، فأنت بتتوه إنه أيهما هذا العطر تقليد لشو. احيانا بيكون عطر غالب في النوتة على عطر ثاني، ولكن واضح انه مجموعة من العطور مع بعض. هذا العطر تقليد لعطر جرين ايرش تويت من كريد وجريد افنتوس من كريد. 70% جرين ايرش تويت، النوتة الخضراء، النوتة الجرين نوتس اللي موجودة في جرين ايرش تويت، و30% كريد افنتوس، النوتة السموكية، النوتة السويتية اللي موجودة في كريد افنتوس. فالعطر جميل جدا. للأسف الشديد أداء الباتشات الجديدة في هذا العطر كان مش بالمتوقع. أداؤه 3-4 ساعات ماكسيمم ثباتية وفوحان لا يقل عن نص ساعة لساعة ماكسيمم. الباتش القديم اللي كان عندي كان أداؤه مضاعف. طبعا عمره ما كان هذا العطر أداؤه زي أداء باقي عطور أرماف 10 و12 ساعة ثباتية وفوحان 3-4 ساعات. العطر هو هذا للاستعمال الشخصي وللاستمتاع الشخصي، عطر للراحة النفسية. كمان العطر فيش فيه أي مكونات اصطناعية أو نوتة هارش تأذيك أو تأذي اللي حواليك. العطر بتسترخي لما تشمه. حل عندي أخيرا، لأنه أداؤه مش كثير واو، ولكنه يستحق التجربة، يستحق وبشدة التجربة. إذا بتحبوا الجرين نوتس، المكونات الخضراء في العطور مع اللمسة السويتية، هذا العطر عطر مناسب جدا للاستمتاع الشخصي. عطر صيفي ربيعي وسعره لا يزيد عن $20 ل $25. العطرين الثانيين هما عطر ريكسوس من أرماف وعطر السيالو من أرماف. هدول العطور ليش حلوا عندي المراكز الأخيرة؟ مش لسوء النوتة أو النوتة مش جميلة أو الأداء ضعيف. هاي العطور تقليد أو شبيهة أو محاكاة لعطر انفيكتوس أكوا أو عطر هوس من رصاصي. هذا العطر صار عليه كثير عطور بتحاكيه، كثير عطور بتقلده، كثير عطور بتشابهه. في عنا عطرين من أرماف، وكمان عملت فيديو قبل فترة لعطر من عطور زارا بقلد هذا العطر. في عنا انفيكتوس أكوا أصلا صار عليه عدة إصدارات وكلها متشابهة، وسعر انفيكتوس أكوا مش كثير مرتفع. وعنا رصاصي هوس، وفي عنا نجدية كمان في نفس المجموعة. وعنا صدر حديثا أو مش حديثا كثير عطر دانهيل ايكون ريسينج بيشبههم كلهم هاي المجموعة، ولكنه نوتته برضو جميلة وتستحق. هاي العطور عطور آمنة، يعني عطور ما حد راح يكرهها عليك. الصبايا راح تحب هاي النوتة عليك، انت راح تحب النوتة. عطور صيفية، عطور جميلة، أدائها ممتاز جدا، فيها الفريشنس، فيها
النوتات السبايسية شوي، النوتات الحمضية، النوتات الخشبية. بحب أقول إنه هذا بيشبه انفيكتوس أكوا أكثر، وهذا بيشبه رصاصي هوس أكثر. هنا النوتات الزهرية تغلب على هذا العطر، بخليه بيروح باتجاه رصاصي هوس، بينما هذا بتغلب عليه النوتات الحمضية والخشبية، بيروح باتجاه انفيكتوس اكوا. العطرين يستحقين الشراء للاشخاص اللي بدوروا على عطور امنه، عطور طوارئ، عطور في اي وقت يرش منها ما فيها اي هارشمنت. العطر ايضا ثباته جيد وفوحانه جيد، مناسب للصيف وسعره مناسب. ولكن حل عندي في المراكز الاخيره، لانه صار في كثير عطور تتشابه مع هاي العطور، فما في كثير تفرد في نوتات هذا العطر. العطر يستحق الشراء. عندنا العطر الاخر في هاي المجموعه هو كلاب دي نوي مان، مش انتنس مان، هذا كلاب دي نوي مان، وهي نسخه الايدي تواليت. من شكل العبوه ومن لون السائل واضح هذا العطر تقليد لشو؟ هذا العطر تقليد ل1 مليون من باكو رابان. هو خليط ما بين 1 مليون و1 مليون لاكي، بشوف انه اقرب ل1 مليون لاكي منه ل1 مليون الاوريجينال. العطر سبايسي خشبي، في نوتات سبايسيه كثير، في السينمون، في نوتات سويتية، العنبر، سويت عنبر، فيري سويت. هذا العطر افتتاحيته شوي قوي، ممكن تسبب لك شوي وجع راس. العطر بميل انه شوي خطي، مش عطر هرمي كثير. اداء العطر 7 ساعات ل8 ساعات في ثباتية حد اقل، وفوحان لا يقل عن ساعة ونص. عطر شتوي بامتياز، سعره مناسب. حل عندي في المراكز الأخيرة، لأنه تقليد لعطر كثير شركات عملت له تقليد، اللي هو عطر 1 مليون. والعطر أصلا 1 مليون سعره مش كثير مرتفع. أنت اللي راح توفره في هاي 20 15 30 دولار ماكسيموم، مش رح توفر مبلغ كثير كبير. ولكن للأشخاص اللي دخلهم كثير منخفض وبحبوا هذا العطر، وبتفرق معهم ال10 دولار وال5 دولار، لأنه الدخول في العالم العربي إحنا ما بنقارن حالنا في الدول الأوروبية، يعني الأسعار 20 دولار 30 دولار في الدول الأوروبية مش مبلغ كبير، بينما في عالمنا العربي 30 دولار ممكن يكون عمل يوم كامل العمال والموظفين، خاصة محبي العطور. العطر جربوا قبل الشراء. إذا بتحب 1 مليون، بتحب العطور الجورمون، بتحب العطور السويتية، بتحب العطور السبايسية، هذا ينتمي إلى هاي الفئة. عطر جميل، أداؤه جيد، ثباته وفوحانه جيدان، بالمقارنة مع سعره يستحق وبشدة. العطر الآخر في هاي المجموعة هو عطر ماجنيفيسنت من أرماف. شكل العبوة كثير حلو بالمناسبة، والعبوة ثقيلة والغطايا ثقيلة، يعني شغالين شوي على الباكيجينج. هذا العطر حل عندي برضو في المراكز الأخيرة. أوكي، العطر عطر أداؤه مونستر، يوم كامل 24 ساعة على الملابس، على الجلد 12 ساعة فما فوق، ثباتية فوحان ما لا يقل عن 4 ساعات. العطر بعبي المكان بكل ما تمثل الكلمة من معنى. العطر شوي بميل انه خطي، لكن بعد ساعة بالضبط ببلش العطر يبرد وبصير أجمل وأجمل. فالافتتاحية ما تحكم عليه من الافتتاحية مش سيئة، ولكنها قد تبدو قوية بعض الشيء، وكلما برد العطر بصير أجمل. هذا تقليد أو بديل لعطر بيور أكسس من باكو رابان. ليش العطر حل عندي في المراكز الأخيرة رغم أنه أداؤه ممتاز وثباتيته وفوحانه ممتازة؟ سعر العطر شوي مرتفع، فهو قريب شوي من بيور إكسس. يعني إذا بنحكي عن بيور إكسس سعره 50 دولار، هذا العطر سعره 40 دولار، أو بيور إكسس 55 دولار نحكي ممكن تحصله ب 55 دولار، هذا سعره 30 ل 40 دولار هيك، يعني يتمحور بين هذين الرقمين، ويختلف أسعار العطور من بلد إلى آخر، فمش عم بتوفر كثير. ولكن أداء العطر نووي. العطر فيه نوتات سكرية، نوتات سويتية، شتوي بامتياز. راح احكي فيديو كامل عن هذا العطر ان شاء الله، ما بدي اطول في كل عطر، بدي اقعد بدي احكي عنه 3-4 دقائق، بصير مدة الفيديو ساعة. وهذا العطر جميل جدا، اداؤه ممتاز وسعره منخفض، ولكنه في عطور صراحة افضل منه. ممكن هذا افضل واحد من ناحية الاداء، ولكن كنوتات، تفرد النوتات وجمالية النوتات وسعر العطر اللي بقلده، والعطر جميل جدا، بنصحكم في تجربته. عطر ليجاسي من أرماف. حكينا قبل شوي انه أرماف تعمل بدائل لعطر معين او عطرين تخلطهم مع بعض او عدة عطور مع بعض. هذا العطر ينطبق عليه مجموعة من العطور مخلوطة مع بعض. اولها عطر شانيل ايغوست بلاتينوم، وعطر برادا امبر بورقوم نسخة الايدي تواليت، بالاضافة للمسة من عطر بلودو شانيل. حكي فيديو كامل عن هذا العطر بتقدروا ترجعوا له. العطر جميل، العطر ليس للمبتدئين، مش اي حدا بحب هذا العطر. اداؤه طبعا ممتاز جدا، بيعطيك فوق ال8 ساعات ثباتية وفوحان لا يقل عن 3 ساعات. العطر لازم تكون مجرب العطور الكلاسيكية، العطور القديمة، العطور الصابونية القديمة، اللمسة الكلاسيكية في هذه العطور عشان تحب هذا العطر. مناسبة ارتداء هذا العطر لكل فصول السنة، بفضله في الربيع والخريف، أفضل فصل لهذا العطر زي ما حكينا.
عطر أداؤه جيد، ولكن هذا العطر جربه قبل الشراء لأنه مش من العطور اللي سهل تحبها، العطور السويتية اللي أي حدا بحبها. هاي بدها أنف عطري متمرس وتجربة عطرية، عطر فيه شوية تفكير. يعني لما بدك ترش العطر بدك تسرح، بدك ناس تحب هاي العطر، ناس تقدر العطور، ناس تفهم كثير في العطور عشان تعرف هاي النوتة ايش هي. العطر آمن جدا ومش آمن في نفس الوقت، ما في اشي اجريسيف عدائي وما في اشي واو، يعني هو من السهل الممتنع. ليجاسي من أرماف. أرماف فينتانا، كثير سمعتوا عن هذا العطر من يوتيوبر عرب وغربيين. أول مرة بعرض هذا العطر، عطر من عطور أرماف اللي حاولت تقلد عطر دايور سافاج. بنحكي عن نسخة الإيدي تواليت، ونجحت نجاح باهر في تقليد هذه النسخة. هذا أفضل بديل لأودو تواليت دايور سافاج اللي هو أرماف فينتانا. عملت بعض العطور تقليد لدايور سافاج، عامل فيديوهات عنها أنا سابقا، ولكن كنسخة الإيدي تواليت اللي هي أفضل نسخة وأجمل نسخة من عطور دايور سافاج اللي أنا بحبها أكثر وحدة وسعرها أقل وحدة في عطور دايور سافاج، هذا أفضل بديل إلها. ممكن شوي المكونات ما فيها سبايسز زي العطر دايور سافاج الأوريجينال، أقل سبايسز أو ما فيها سبايسز. ما حدا راح يلاحظ هاي الإشي وانت راش العطر. الإشي الوحيد اللي راح يفرق معك في هذا العطر إنه انت دافع دايور سافاج $120 ودافع هون $30، $100 هاي انت اولى فيهن. وبيرجع لك الرأي، في اشخاص بقول لا انا مستعد ادفع كمان $100 عشان اشم الدايور سافاج النوتة السبايسية، هي اجمل اشي في العطر. بينما في اشخاص دخلهم محدود بيحكي لك لا انا بحب نوت الدايور سافاج وعندي استعداد ارش عطر ارماف فينتانا، خاصة انه ثباتيته وفوحان ونفس دايور سافاج 8 ساعات ثباتية وفوحان لا يقل عن ساعتين. العطر صيفي بامتياز، عطر مناسب لكل الفصول، في لمسة سويتية هذا العطر. ونوتة الأمبروكسين نفسها اللي موجودة في دايور سافاج، كثير بنصح في هذا العطر إذا من محبين دايور سافاج وعندك عبوة وحابب عطر ثاني عشان ما تستنزف عبوة الدايور سافاج، خاصة اللي بيعتبروا دايور سافاج سيجنتشر سنت عندهم أو عطر توقيع برشش إلى دايور سافاج طول السنة لأنه هو أصلا مناسب لكل فصول السنة. بنصحهم يجربوا فينتانا من أرماف. في كمان عطر ذا برايد من أرماف، ببلش دايور سافاج بيروح باتجاه ثاني. حل عندي العطر في المراكز الأخيرة لأنه في عنا كم هائل من الشركات قلدت دايور سافاج. لطافة قلدت دايور سافاج، أرماف قلدته في أكثر من عطر، ورصاصي عملت له تقليد. كثير من الشركات قلدت دايور سافاج، ولاريف عملت تقليد لدايور سافاج. شركات غربية وشركات عربية بتعمل عطور ومحاكاة لعطور نيشو ديزاينر قلدت دايور سافاج. روبرتو كافالي كمان عمل تقليد لعطر دايور سافاج، ولكن هذا أفضل تقليد. وشكل العبوة جميل، يعني هي بلاستيكية ولكن شكلها جميل، بيستحق انكم تلقوا نظرة عليه. هذا العطر اللي هو راديكال من أرماف، أو ما بعرف إيش بتهيأ لهم في الاسم. العطر ساعات وساعات وأنا أحاول أفكر وأتذكر وأطول العطور اللي عندي. النوتة شممها، النوتة أنا شممها ومارة عني وراششها ومن أجمل العطور عندي، بس هذا العطر بيشبه شو؟ أتذكر أطول عطور أخيرا وصلت لإيش هذا العطر بيشبه. هذا العطر هو مزج بين عطرين مع بعضهم البعض، عشان هيك كان الموضوع صعب بالنسبة إلي عشان أفهم هذا العطر وأقدر أوصل لإيش بيشبه هذا العطر. العطر سويتي جورموند وعطر يونيسكس، وأنا شايف إنه العطر هذا يونيسكس، يعني ممكن يكون للرجال وممكن يكون للنساء. العطرين اللي قلدهم هذا العطر واحد فيهم يونيسكس اللي هو عطر ألترا ميل، خاصة في الافتتاحية كثير بيشبه جامبو جوتيه ألترا ميل، وهو عطر من أجمل العطور في رأيي الشخصي. عطر فاكهي، عطر سويتي، في لمسة باودرية. والعطر الثاني هو عطر جيرلاين لوم إيديال نسخة الإيدي بيرفيوم. هذا العطر جمع النوتتين مع بعض وطلع لنا في هذا العطر. والعطر عاملين شكل العبوة شبه إلى حد ما جيرلاين لوم إيديال، هاي الحواف واللون السكني أو البني اللي بيشبه جيرلاين لوم إيديال إيدي بيرفيوم. العطر جميل، أداء ممتاز جدا، 9+ hours كثبات فوحان 3 ساعات. ما في أي افتتاحية حادة، ممكن شوية افتتاحية السويتنس فيها أقوى. بشوفه أحيانا 50% ألترا ميل و50% لوم إيديال، مرات بحسه 70% ألترا ميل و30% لوم إيديال، مرات بحس العكس. فبتوهك العطر بضيعك. ولكن العطرين جميلين وسعره كثير منخفض وأداؤه كثير ممتاز. بنصحكم تجربوا العطر قبل الشراء. العطر بيكون سويتي بزيادة، الأشخاص اللي ما بيحبوا النوتات السويتية بتعملهم وجع راس أو بتعملهم بتضايقهم أو بتضايق اللي حواليهم. ولكن الأشخاص للشباب اللي بيحبوا العطور السويتية، العطور الجورموند زي 1 مليون، زي جيرلاين لوم إيديال، زي ألترا ميل، زي أرماني كود بيرفومو أو أرماني كود أبسولو أو أبسولو جولد، هذا من نفس
المجموعة العطرية إلهم. عطر جميل، أداء ممتاز، تفاجأت فيه، حبيته لهذا العطر، بنصح فيه، وسعره كثير منخفض $30 وأداؤه ممتاز وما في أي نوتة حادة أو نوتة معدنية. صراحة شركة أرماف بلشت تشتغل على نوتات العطر بتاعتها، بلشت تقل حديتها، بلشت تقل الهارشمنت اللي فيها، صارت تكون سموث أكثر وسهلة للارتداء أفضل، وصاروا يشتغلوا أكثر لأنه مبيعاتهم بتوقع زادت، خاصة بعد عطر اللي راح أحكي عنه هسا، لأنه هو هذا اللي طلع أرماف في العلالي وطلعها للسماء. عطر راديكال من أرماف يستحق. كلاب دي نوي انتنس مان من أرماف، سواء نسخة الإيدي تواليت أو نسخة الإيدي بيرفيوم. هذا العطر أكيد إذا أنتوا دخلتوا عالم العطور أو حتى بتعرفوا 1% في العطور، بتعرفوا أنه هذا العطر من أشهر العطور، وهذا العطر اللي رفع اسم أرماف لفوق. وهذا العطر هو تقليد لعطر كريد أفنتوس ملك العطور. العطر جميل جدا، أداؤه ممتاز جدا. في عنا نسختين من هذا العطر، النسخة الفرنسية والنسخة الإماراتية. في كثير حكي عن عطور أرماف، والله النسخة الإماراتية أدائها أفضل، لا النسخة الفرنسية أدائها أقل. العطر بيعطيني أداء نووي 12 ساعة على الأقل، ثباتية وفوحان 3 ساعات. النسخة الفرنسية والنسخة الإماراتية الفروقات بس في الشكل. النسخة الإماراتية بيجي البخاخ لونه فضي أو ذهبي، فضي بتخيل، بينما النسخة الفرنسية بيجي لونه أسود. النسختين أدائهن ممتاز. هذا العطر حكي عنه قبل هالمرة في فيديو كامل. عطر ممتاز، أداؤه ممتاز جدا. يبقى إنه الافتتاحية فيها شوي حدية أو هارش أو بتضايق شوي. هاي الافتتاحية الحدية بتستمر فقط لربع ساعة، بعدين بتروح، ببلش العطر يعطيك السموكينس والنوتات الخشبية والإنسنس البخور والنوتات الحمضية من البرغموت، بيعطيك بشكل جميل. ونسخة الإيدي بيرفيوم قلت الحدية اللي موجودة في الافتتاحية وتم التعويض عنها بنوتات فاكهية أكثر. طبعا فاكهية مش مصدرها الباينابل والأبل زي كريد أفنتوس، لا مصدرها البرغموت. وقلت السموكينس اللي موجودة في هذا العطر. ممكن أداؤه أقل شوي من نسخة الإيدي تواليت، غريب، ولكن إحنا بنعرف إنه الإيدي تواليت دائما فوحانه أكثر وثباتيته أقل، والإيدي بيرفيوم ثباتيته أكبر وفوحانه أقل. العطر جميل، يستحق الشراء وبشدة. عطر مناسب لكل الفصول. العطر حل عندي في المراكز الأولى مش في المركز الأول. في أفضل منه، ليش؟ لأنه صار في كثير تقليد لعطر كريد أفنتوس. نحكي عن لافنشر من الحرمين قلدته بشكل جميل. بنحكي عن عطور ثانية كثير، الدر المكنون، عندنا عطر مون بلانك اكسبلورر، عطر جمال النوتات أجمل من هذا، لكن شوي مشكلته يعيب الأداء. ففي كثير عطور. وعطر رصاصي كمان رمز قلد هذا العطر. فكثير عطور قلدت عطر كريد أفنتوس، ولكن يبقى كلاب دي نوي هو الأيقونة الأفضل من حيث الأداء والثبات والفوحان والسعر والتوافر. وانتبهوا كثير في تقليد لعطور أرماف، عطور مش أصلية. دائما اشتروا من مصدر ثقة. العطر الآخر في هاي المجموعة هو عطر كريز من أرماف. حكيت كثير عن هذا العطر. العطر من أجمل العطور الشتوية، أجمل العطور اللي فيها نوتة اللوز. هاي النوتة نادرة في العطور. عطر تقليد أو محاكاة لعطر ديمارلي بيكاسوس. بيكاسوس سعره حوالي 180 ل $220. إذا حصلته في المتاجر بهذا السعر بتكون محظوظ كثير، بينما هذا العطر سعره من 30 ل $40. كثير حكيت عن أداء الباتشات الجديدة في هذا العطر إنه سيء. هذا الباتش اللي عندي في الفيديو اللي حكيته من عام 2019، آخر عام 2019، يعني يعتبر حديث نوعا ما، ولكن ممكن يكون كلام البعض صحيح انه اداء الباتشات الجديدة سيء. هذا العطر بيعطيك ثباتية 12 ساعة فما فوق، فوحان 3 ساعات فما فوق. العطر شتوي بامتياز، فقط في الشتاء، ما تحاول ترتدي بأي فصل ثاني. نوتة اللوز فيه كمان تعطيك نوتة معدنية في هذا العطر. المكونات مش كثير صناعية، العطر مش كثير خطي. الاشي الوحيد اللي راح يفرق معك في هذا العطر بينه وبين ديمارلي بيكاسوس هم $300 راح تدفعهم، او $200 راح تدفعهم فرقية بين سعر هذا وسعر ديمارلي. كثير من الناس بيحبوا هذا العطر، كثير في عليه حكي في السوشيال ميديا، في الفيسبوك، جروبات العطور والانستغرام وحتى اليوتيوب. انا بعرف انه هذا العطر يستحق، وانا بحكي لكم هذا العطر يستحق. لازم يكون في مجموعتك العطرية هذا العطر. بفضل انك تجربه قبل الشراء. العطر فيه لمسة سويتية، اذا ما حبيته بسهولة بتقدر تبيعه او بتقدر تهديه لاي حدا، لانه عطر عن جد ارماف اشتغلت وتعبت على هذا العطر. وعطر رفعهم كمان فوق زيه زي عطر كلاب دي نوي انتنس مان. العطر بشوفه من الايقونات العطرية وبهذا السعر. وانتبهوا، العطر بتوفر احيانا وبعدين بينقطع، فاذا حصلته ما تتردد انك تقتنيه. العطرين اللي بدي احكي عنهم هسه عطور حديثة الى حد ما.
الأول صدر في وسط 2020، والثاني اللي هو رقم 1 في هاي المجموعة صدر في الربع الأخير من 2020، يعني حديث نوعا ما حدا عرضهم حتى الآن على اليوتيوب في العالم العربي. جربتهم في بعض الأشخاص في جروبات العطور، حكوا عنهم كثير من الأشخاص مش بعضهم. في كمية حب وكراهية لهذا العطر، كمية الحب والكراهية لهذا العطر بقدر أستوعبها وبقدر أبررها. هذا العطر هو عطر كلوب دي نوي ميلستون. هذا العطر بديل لعطر ميليسيميوم إمبريال من كريد. تبرير البسيط لكره الناس لهذا العطر: أولا ما جربوا عطر ميليسيميوم إمبريال من كريد اللي هو سعره حوالي $300 على الأقل، ما بيعرفوا طبيعة النوتات لهذا العطر، ما عرفوا كمية صعوبة النوتات، تداخل هاي النوتات في بعضها البعض. ميليسيميوم إمبريال من كريد من العطور السهلة الممتنعة، مش أي حدا بحبها، وبدك تدقق منيح في هذا العطر عشان تحبه. الأشخاص اللي بيجربوا هذا العطر وما حبوه، أيضا معلومة ليش ما حبوه: هو متوقعين من عطور أرماف عطور قوية، عطور معبية المكان، نوتة فيها واضحة زي كريز، زي كلوب دي نوي انتنس مان، زي كلوب دي نوي العادي، زي ماجنيفيسنت. واضحة النوتة، يا سويتية يا فريش يا حمضية، ما في كثير تداخل في النوتات، مش راح تفكر كثير عشان تفهم العطر أو عشان تحبه، باستثناء هذا العطر عطر ليجاسي من أرماف. هذا العطر عبارة عن مجموعة من الفواكه وخاصة البطيخ مع نوتات أوشيانيك أو نسميها النوتات البحرية مع نوتات عشبية. فتداخل هاي النوتات مع بعضها البعض بطريقة محكمة، بطريقة متوازنة. طبعا نسبة تشابهه بينه وبين ميليسيميوم إمبريال من كريد حوالي 90 ل 85 ل 95%. العطر كثير مشابه له. العطر من عطور الطوارئ. أنا بحكي لك هذا العطر لأول مرة جربته أنا شخصيا، وعندي كم هائل من العطور، مع أني كنت قارئ كثير عنه على فريغرانتيكا وحب الناس له خاصة في الغرب، لأنه يعني عمليا في توك كثير عليه هذا عند العطارين وحبي العطور الأوروبيين والأمريكان. ما حبيته. بعد استخدام مرة ومرتين اعشقت هذا العطر. عطر جميل فاكهي، واضحة فيه لمسة البطيخ. الجميل في هذا العطر انه بتقدر ترش قد ما بدك من العطر بدون ما تتأذى انت او اللي حواليك. يعني العطر جماله ما في اي افتتاحية سينثيتك، ما في افتتاحية صناعية، ما بيأذيك ما بيأذي اللي حواليك. وكلما برد العطر بلش يوضح اكثر، بلشت النوتات تعطيك جمالية اكثر، بلشت يبين اتجاه العطر. العطر مناسب لكل الفصول. أنا اليوم استخدمت هذا العطر، أعطاني على الأقل 8 ساعات آخر اليوم في الدوام في مكان عملي، ستيل شام العطر بشكل واضح على الملابس. الفوحان ساعتين. العطر ما بيعبي المكان. العطر مناسب للأشخاص اللي بيحبوا العطور الهادية، العطور الراقية، والعطر يونيسكس، عطر للذكور وعطر للإناث. إذا بترتديه أنت أو أنتي ما راح يبين نهائيا الجندر بتاع العطر، فشخصيتك أنت هي اللي بتفرض العطر. بمعنى إذا ارتدى ذكر ببين كثير جميل وببين عطر ذكوري، وإذا ارتدته أنثى ببين عطر أنثوي. فالعطر 100% صح يونيسك. جربوا هذا العطر قبل الشراء مرة ومرتين وثلاث. العطر أنا بشوفه من الهيدن جيم أو من الكنوز المخفية. عطر رقم 1 في هاي المجموعة. هذا العطر كنت شاكك إنه إيش راح يكون، ما أنا سمعت إنهم أطلقوا هذا العطر وعرفت إنه تقليد لشو، ولكن توقعت إنه يكون زيه زي باقي العطور اللي قلدت هذا العطر. نحكي عن عطر اللي قلدوه وعطر سيلفر ماونتن ووتر من كريد. رصاصي الوسام الأبيض قلدته. أرماف كلاب ديربي هاوس بلانش بتوقع برضو قلدته، كان عندي العطر، فما حسيت انه راح يجيبوا اشي جديد في تقليدهم لهذا العطر. حتى شميت هذا العطر. العطر أرماف عملت تويست بسيط في هذا العطر، ضافت أكورد معين في هذا العطر خلته هو شبيه وتقليد كثير، يعني لدرجة 95% من سيلفر ماونتن ووتر، ولكنه أضافت له نوتة معينة بالإضافة لنوتة الأمبروكسين اللي هي النوتة الصناعية اللي أضيفت لهذا العطر. طبعا نوتة الأمبروكسين مش بمعنى صناعية إنها نوتة مزعجة، لا، هي النوتة اللي موجودة، هي الأمبروكسين في كل العطور نوتة مش طبيعية، مش موجودة في الطبيعة، هي تصنع صناعة، فهي بنسميها في العطور النوتة الصناعية الأمبروكسين، زي العنبر عود اللي موجودة في بلودو شانيل إيدي بيرفيوم. أضافت نوتة أو أكورد حمضي بزيادة لهذا العطر، بالإضافة للزهور البيضاء اللي أتوقع مصدرها من الياسمين. العطر صيفي بامتياز، شبيه جدا جدا بكريد سيلفر ماونتن ووتر. أداء العطر هذا هو الجميل فيه،
9 ساعات فما فوق، ثباتية فوحان لا يقل عن ساعتين. بنصحكم كثير في فصل الصيف تجربوا هذا العطر. عطر جميل يختلف عن كل بدائل سيلفر ماونتن ووتر من حيث الجمالية، من حيث نقاء المكونات. ممكن الافتتاحية تاعت العطر أول 3-4 دقائق تكون شوي كحولية، فيها لمسة صناعية، بس يبرد العطر بصير يعطي نوتة جميلة ما بضايقك ولا بضايق اللي حواليك. وبتسمع كثير تعليقات ومديح من الناس على هذا العطر، علما اني انا جربت هذا العطر في فصل الشتاء وهو العطر صيفي، واعطاني هذا الكم من الثبات والفوحان. في الصيف رح يعطيك بشكل مضاعف. نهاية الفيديو بشكركم على المشاهدة، بتمنى تكونوا استفدتوا، بتمنى ما أكون طولت الفيديو عليكم. ومعلومة، سعر هاي العطور كلها على بعضها حوالي 300 ل 320 دولار، أي بسعر علبة نيش واحدة. بمعنى أنك تقدر تمتلك كل هاي العطور 10 أو 12 عطور، خلينا نحكي 10 من هاي العطور، ترش فيها طول السنة. يعني 10 عطور يعني بتحكي عن 1050 مل، لأنه عبوات أرماف 105 مل، وترش طول السنة مقابل سعر علبة كريد افنتوس او علبة امواج او علبة زرجوف. فهاي الجميل في عطور ارماف. حبيت اعطيكم افضل شيء في عطور ارماف لانه عندهم حوالي 100 عطر. في عطور لا تستحق، ما حكيت انه بس هاي العطور اللي عندهم اللي تستحق، في عطور اخرى، ولكن هاي الاجمل في باقة أرماف. بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا في هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتضيفوا كومنت. وما تنسوا تشتركوا في حسابي على الانستغرام واليوتيوب والفيسبوك. وشكرا على المشاهدة.